بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائب. النهاردة وكالعادة جبنا لكم معجزة جميلة جدا جدا جدا، عنوانها أنا شفت المسيح. بس قبل ما نعرف تفاصيل قصة ومعجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائب. يلا بينا نتعرف على قصة النهاردة أو معجزة النهاردة. قصة ومعجزة النهاردة بتتكلم عن واحدة كانت من أسرة مسيحية غنية جدا جدا. ما كانتش علاقتها بربنا علاقة عميقة، لكنها كانت بتعجب وتتعجب بشخصية المسيح. فكانت دايما لما بتيجي تتأمله بتلاقي ان هي بتقف قدام الكمال نفسه، الكمال في كل بر. ازاي ما تنبهرش بيه حتى ولو بمجرد السمع عنه في قداس او عظة او كتاب. كانت بتلاقي فيه الكمال المطلق والمحبة المطلقة. ازاي هو سامح اللي كانوا صلبينه واللي بيعذبوه حتى اثناء صلبه، وازاي كان بيعامل يهوذا بحب عميق ولطف عجيب، وهو كان عارف ومتأكد ان هو هيكون اللي بيسلمه. وكانت بتتسائل وتقول ازاي الكمال ده يجي ويقول اني جئت لأكمل الناموس، ويقلب بالمفاهيم البشرية ويهز كيانها لما يجي ويقول بقوة وبقلب رقيق جميل كده: أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل المسيئين إليكم. ويقول: من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. تقول ايه ده، وبتتعجب من المحبة الجميلة العميقة دي. ومش محبة بس، لا، ده الكمال نفسه ان واحد او حد يقول حبوا اعدائكم وصلوا ليهم، وكمان اللي يضربك على خدك اليمين اديله الشمال كمان. كانت بتنبهر بهدوءه وودعته، ويسرح ذهنها بالآية اللي بتقول: تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. وكانت بتبتسم ابتسامة رقيقة لما بتفتكر ازاي انه انقذ المرأة اللي مسكت بذات الفعل، انقذها جسديا وروحيا. كان المفروض واللي لازم يحصل يعني ان هي تترجم لحد الموت، وهما كانوا بيجروها وبيقودوها ليه عشان يجربوه ويشوهوا صورته قدام كل الناس لو وافق على رجمها. لكن المسيح بحكمته ومحبته المطلقة أنقذ جسدها من الموت، وكمان أنقذ روحها من الموت لما قال لها اذهبي ولا تخطئي. ثانية، لكنها كانت بتتوقف دايما عند مقولة غريبة قالها السيد المسيح للمرأة اللي مسكت في ذات الفعل دي قبلها. سألها قال لها: هل أدانك أحد؟ فردت عليه المرأة دي وقالت له: لأ، بالنفي. وقتها خرجت من لسانه ومن فمه عبارة عن الحب والرحمة المبهرة. قال لها: ولا أنا أيضا أدينك. وبعدين قال لها: اذهبي ولا تخطئي ثانية. كانت صاحبة القصة اللي احنا بنحكيها دي بتقف عاجزة قدام تصرفات المسيح وسلوكياته المعاكسة تماما لطرق العالم وتقاليده. فازاي الديان العادل يغلب حبه عليه ويخرج من فمه الأقدس تلك المقولة الغريبة جدا، ويرفض انه يدين امرأة او يجرحها رغم سلطانه المطلق على كل الوجود، مش على الانسان بس والعالم بتاعه، لا، ده شايفة ان ربنا سلطانه على كل حاجة في الوجود كلها. شافت الست دي انواع كتير من الحب والشفقة وفعل الخير والرحمة، لكنها كانت بتظل عاجزة عن تفسير ربنا الكبير الصرح العملاق والمحبة المطلقة اللي بتسمى يسوع المسيح. وكانت بتتسمر وقلبها يرتعش ويرتجف لما تسمع عن المرأة الخاطية اللي دخلت بيت الفريسي واترمت تحت أقدام المسيح تبكي وتمسح دموعها اللي بتسقط من عينيها على رجلين المسيح بشعر راسها، وتتخيل انها مكانها فتقعد تعيط كتير جدا وما تلاقيش اي حاجة توقفها، لان هي عندها اشتياق ان هي تعمل زي ما عملت المرأة الخاطية دي، وتفرح بإشادة المسيح للمرأة دي ومدحه ليها.
وبعدين اخيرا ترتاح لما تسمع وتقرأ الكلمة او القول بتاعه اللي بيقول لها اذهبي بسلام مغفورة لك خطاياك، فترتاح وتهدى خالص. وما كانتش قادرة توقف رغبتها الشديدة ان هي تشوف المسيح اللي بتسمع عنه بس في العظات او في وقت القداس او كده. هي ملهاش عشرة معاه وما اختبرتش مدى عظمته ومحبته ليها. كل اللي كان بيربطها بيه هو بعض الطقوس الدينية وشوية التأملات اللي بتسرح فيها بين الوقت والتاني. وفي يوم راحت الكنيسة يمكن تسمع شوية كلام كده عن سيرة الرب يسوع فيهدى شوقها لرؤيته. لكن وهي في طريقها للخروج من الكنيسة لمحت صورة المسيح وهو صغير طفل واقف في الهيكل وبينطق وبيعلم بالإلهيات. فوقفت وابتسمت شوية كده لأن هي بتشوف فيه مدى العظمة بتاعته حتى وهو طفل صغير. لكنها فجأة يعني ارتعشت كده بشدة ولسانها لزق في بقها وما قدرتش ان هي تتكلم ولا تنطق بأي حاجة لان هي شافت منظر رهيب جدا. شافت الطفل يسوع اللي هو الرب يسوع اللي كان في الأيقونة اللي كانت في الكنيسة بدأ يتجسم ويخرج قدامها. اتسمرت في مكانها وتفكيرها اتشل، لكنها بدأت تستعيد توازنها تاني لما شافت الطفل ده بيخرج بره الكنيسة ومحدش كان شايفه خالص غيرها هي لوحدها. بدأت تجمع أعصابها وصممت ان هي تنتهز الفرصة دي عشان تشوفه وتتكلم معاه. فجرت وراه عشان تلحقه، خرجت وراه وقعدت تبص في كل الاتجاهات فشافته ولمحته بيطلع من شارع جانبي وكأنه بيجري كده كأن عايز يلحق حد يعني. فقعدت تجري وراه علشان ما يضيعش منها، لكن هو كان سريع جدا وكان رايح شوارع معينة ضيقة كده في منطقة فقيرة اغلب سكانها من الطبقات المعدمة. تنت تجري ومهمهاش اي حاجة ولا الناس بيقولوا عنها ايه لان هي كان باين عليها الغنى، والكل كان ملاحظها ومتعجب منها جدا. هي ازاي من اللي جاب ديت للمنطقة الفقيرة دي، او ايه يعني السبب ان هي تيجي هنا وبتجري ليه كده. تنت تجري وراه رغم ان هي مش قادرة تلحق بيه يعني او تلحقه، لكن هي اصرت ان هي تكمل المشوار المذهل ده. وفجأة دخل الطفل في بيت باين عليه الفقر جدا، يعني البيت ده فقير جدا. وقفت قدام الباب بعد ما دخل الطفل وهي بترتعش ومتعجبة من تصرف الطفل ده، لكنها قالت في نفسها ان هي اتعودت على التصرفات الغريبة دي من المسيح ايام حياته على الارض. فقعدت تجمع اللي فضل منها من قوة يعني، وقالت انها لازم تخبط على الباب. وفعلا خبطت على الباب الفقير ده شوية وفتحت لها امرأة نحيفة كده يبدو باين عليها الفقر والتعب وكمان الحزن الشديد. هنا سألتها السيدة الغنية بلطف ان هي تسمح ليها الدخول يعني لان هي شافت طفل بيخصها دخل البيت ده. استغربت المرأة اللي هي صاحبة البيت من الكلام بتاعها، لكنها يعني بتدبير إلهي سمحت لها ان هي تدخل. فعلا دخلت الست الغنية وفتشت كل البيت الصغير عن الطفل لكنها ملقتهوش. وبصت في الأرض شافت طفلين بنفس عمر الطفل اللي دخل هي بتدور عليه يعني، قاعدين على الأرض وقدامهم طبق صغير فيه شوية فول صغيرين. فسألتها المرأة الغنية تقولها هو حد دخل هنا غيري أو قبلي؟ فكانت إجابة الست صاحبة البيت لأ. ودي كانت للمرة التانية تقولها إن مفيش حد هنا. وكملت الست صاحبة البيت الإجابة وقالت لها ما دخلش حد هنا البيت بتاعنا من فترة طويلة لأن هي أرملة وملهاش ما عندهاش أي حاجة غير شوية الفول الفاضلين دولت عشان تأكل بيه الطفلين بتوعها. والفقر يعني ايه بقى كتير قوي عندهم وهما ما حلتهمش أي حاجة خالص، وكل حاجة من عندهم خلصت وهي كمان مش قادرة ان هي تشتغل عشان خاطر ولادها دول هتسيبهم فين ومع مين.
في اللحظة دي فهمت الست الدرس وانهارت على الأرض وهي بتبكي، وعرفت ان ربنا عايز يفكرها بالآية اللي بتقول: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وما قدرتش ان هي تتحكم في اعصابها، وقعدت تضرب الارض بايديها وهي بتبكي، وبتبكي على غناها اللي وقف عصرة بينها وبين رؤية المسيح. وقعدت تبكي كمان عشان الماضي بتاعها اللي ما عملتش فيه اي حاجة عشان خاطر اي فقير. وفهمت الدرس جدا، وفهمت ان دول هما اقارب واخوات يسوع. وفي الوقت ده فهمت ان الاطفال الصغيرين دولت هما اخوات الرب يسوع، وحضنتهم ووعدتهم ان هي هترعاهم لغاية اخر نفس عندها، وان هي مش هتسيبهم ابدا. ودي محبة الرب يسوع لينا، ان هو ما بينسناش ابدا ولا بيسيبنا. وحتى بيقول في الآية: حتى ان نسيت الام رضعها انا لا انساكم. ربنا ان كان بيتأخر علينا شوية ده مش معناه ان هو ناسينا او مش فاكرنا، لا بالعكس، هو ربنا عمره ما بينسى ولاده ابدا، لكن بيبقى عايزنا ان احنا نقرب منه اكتر ونبقوا قريبين اكتر منه ونلزق فيه كمان وما نسيبهوش ابدا، ونقول ان احنا في وقت الضيقة ربنا بيسيبنا وبيبعد عنا. لا بالعكس، ربنا ان كان بيسمح بالضيقة فعشان احنا نقرب منه مش نبعد عنه. ربنا يكون معانا دايما ويحفظنا بصلوات وشفاعة العذراء أم النور وكل القديسين، أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية قصة ومعجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم قصة ومعجزة النهاردة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، واذكرونا دايما في صلواتكم. سلام.